سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائلة من وهران تقول: بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أختي كانت مريضة بمرض خبيث، عافانا الله وإياكم، متزوجة وأم ل3 أطفال، زوجها رجل كبير في السن وليس لديه أقارب، مقطوع منصجع، وبعد صراع طويل مع المرض لمدة 5 أعوام، وفي الأشهر ال3 الأخيرة أصبحت طريحة الفراش لا تتحرك إلا بمساعدتنا، كنا نهتم بها وبأولادها. وبعد مرور 40 يوم من وفاتها، نعم ماتت، وبعد مرور 40 يوم من وفاتها رحمة الله عليها، قررت أن أزوج زوج أختي الكبير في السن، وهذا للم شمل العائلة وفتح بيته من جديد. وبعد العثور على الزوجة المناسبة التي قبلت بحالته، تم عقد القران، ولكن زوجي يتهمني بمخالفة شرع الله، وهذا بعدم انتظار مرور 1 سنة كاملة لتزويج زوج أختي المتوفاة. أرجو من سيادتكم الفصل في هذا الأمر، وهذا لأطمئن وليطمئن بالي. والله غير فعلتي حاجة عظيمة وحاجة تؤجرين عليها عند الله. وفكرة أن الرجل إذا ماتت مرته لازم يستنى عام غير صحيحة. الرجل لا يعتد، العدة للمرأة، هذه فتوى باطلة غير صحيحة. وانت ما دام شفتي باللي راجل اختك شيخ كبير وفي حاجة لمن يخدمه وقدرت المسألة وزوجتيه، عندك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، وبارك الله فيك، وربي كتر من أمثالك، وبأمثالك لنفتخر. هذه اللي نعيطوا لها لا هاي لا. شوف راجل خطها توفات وزوجاته ووقفت معاه، شوف ماشي واحد أخرى تصيبهم هما مرأة مزوجة يروحوا يطلقوها، راجل مزوج مهني مع مرته يروحوا يطلقوه، يعمروا له راسه على مرته. شوف أختها ماتت الله يرحمها وزوجته، بارك الله فيك وربي يجازيك، ربي يجازيك يعني بأمثال هذه الأفعال، ربي بعد البلاء على وهران كلها إن شاء الله. سائل يقول: كيف تزعم جواز الدرس يوم الجمعة قبل الخطبة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود. هذا الحديث صحيح، ولكن الفهم نتاعك اللي ماشي صحيح، الفهم نتاعك. وكم من معيب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. النبي عليه الصلاة والسلام، هيا نحاولوا نفهموا غير بالعقل، يا خاكو قاعد تسمعوا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. قبل صلاة يوم الجمعة واش كاين يا كاين الخطبة قبل الصلاة، واش كاين الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم باش يديروا حلقات والإمام يخطب، وهذه باينة. شكون هذا اللي يروح يدير حلقات تحلق، حلقة والإمام فوق المنبر؟ ولكن انتوما راكو تحرموا الدرس قبل الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحلق قبل الصلاة ماشي قبل الخطبة، قبل الصلاة. نعاود نقرأ لك الحديث اللي جبته لنا أنت. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. فإذا نهى رسول الله عن التحلق قبل الصلاة، فمن أين جئتم بالنهي عن التحلق قبل خطبة الجمعة؟ من جبتها؟ كان الإمام مالك يدير الدرس تاعو قبل الخطبة، وكان سيدنا أبو هريرة يدير الدرس نتاعو حتى يجي سيدنا عثمان يتوقف. واشنو انتوما الله غالب، انتوما مبرونشين مع المشايخ نتاعكم في بلاد واحدة أخرى، قال لك بدعة تقول بدعة، غدوة يقول لك سنة تقول سنة. انتوما مقلدين، ما راكوش عارفين كاع كوعك من بوعك.
حابين ينحوا الدرس، الناس يوم الجمعة يروحوا يسمعوا الدرس. حتى أني قرأت لأحد كبار الحشوية في الجزائر، قريت له فتوى يقول بلي درس الجمعة كأكل الجيفة، هكذا كأكل الجيفة، سما يروح ليه غير اللي رايح يموت. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويزيد يقول لك باللي الدرس تاع الجمعة دارته جمعية العلماء المسلمين، ما كاش منها. جمعية العلماء المسلمين تبعوا العلماء اللي يقبلهم، واللي يقبلهم تبعوا اللي يقبلهم حتى إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم. سؤال يقول: هل صحيح أفتى البوطي بجواز السجود لبشار الأسد؟ يعوذ بالله يعوذ بالله. كاين مسلم يفتي بجواز السجود للحاكم؟ وهذه البوطي مستحيل يقولها وما قالهاش. وهيلك القصة كيف وقعت باش ما تكذبوش على العلماء وعلى الصالحين وعلى الدعاة. البوطي جاوه مجموعة من الشباب قالوا له راهي بعض الميليشيات التابعة للحاكم يقبضوا الشاب ويحطوا له زربية فيها تصويرة تاع بشار الأسد، يقولوا له اسجد البشار ولا نقتلك، السجود أو القتل. واش قال لهم العالم ليحقن دماء المسلمين؟ شوف الذكاء تاع العالم، قال لهم: اجعلوها بساطا واسجدوا عليها. ديروها بساط كما زربية، زربية فيها النمر، زربية فيها ليليفون، زربية فيها زرافة، اجعلوها بساط واسجد عليها. بمعنى اجعلها كما واحد زربية فيها النمر كي يسجد أو يسجد للنمر، يا أخي يسجد لربي. قال لهم: اجعلوها بساط واسجدوا لله. فهمت كيف؟ شوف عالم باش يسلكهم الدم، ماشي قال لهم اسجدوا لبشار الأسد. يجي إنسان دوكا يكذب على عالم، يكذبوا على العلماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. سائلة تقول: أنا فتاة كثيرة الأكل. الله 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 يجعل خير. أنا فتاة كثيرة الأكل، أحب الأكل، مهووسة بالأكل، وقد خطبني أحد الأساتذة الله يجعل خير ويريدني للزواج، فهل أخبره بهذا العيب؟ أولا، الأكل الكثير عند علماء المالكية ليس عيبا. أفتى علماء المالكية أن المرأة اللي تأكل بزاف ما هوش عيب واجب تقول اللي جاي يخطبها، ولكن قال الإمام الصاوي: هو ليس عيب ولكنها مصيبة نزلت بالزوج، يعني المصيبة كاينة ولكن ما هوش عيب. وانت الحمد لله كي تقولي بلي خطبك أستاذ، وحنا رانا نسمعوا بلي الأساتذة زادوا لهم في الشهرية وهم يخلصوهم مليح وهم سمعوا بهم الدنيا كاع بلي زادوا لهم، ماش عليه ما تقولي لوش ان شاء الله يوكلك ويشبعك ويفشك وكاع. هذا ليس من العيوب التي يجب ان تقال، ولا شيء عليك، اتزوجي وكولي ومبروك عليك وربي يرزقك ويرزق زوجك ان شاء الله. سائل يقول: عندنا مصلى في الشركة، هل اذا دخلناه نصلي تحية المسجد؟ تحية المسجد هي سنة في المساجد وليس في المصليات. في الشركات واحد عنده في مطعم داير مكان وين نصلوا، واحد في الحمام داير مكان وين نصلوا، لا، هذه المصليات كلها لا تسن فيها تحية المسجد. تحية المسجد سنة في المساجد اللي فيها إمام راتب، إمام راتب ومحراب وأكو تعرفوا، نظن أكو تفرقوا بين مسجد حقيقي والمصليات المنتشرة في كل مكان. سائل يقول: ما حكم الصلاة بين الأساطين، يعني بالعرس؟ الصلاة بين الأساطين مكروهة إذا كان المسجد متسع، إذا المسجد متسع. أما إذا ضاق المسجد فتجوز الصلاة بين الأساطين ولا شيء عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بالي تساير وخدت تقاس هذا يولي كثر من أنا عبد القادر يحبوا تساير بس ما يحبوش الظلم.